إن الله تعالى قد وعد المؤمنين بالنصر، وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل في علاه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وقال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وفي الأحاديث الكثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث تقع في آخر الزمان، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: تصطلحون أنتم والروم صلحا تاما فتقاتلون عدوا من ورائكم، قال فتقتلونهم، قال فيرفع رجل من الروم الصليب ويقول: غلب الصليب، قال فيقوم إليه مسلم ويأخذ الصليب ويكسره ويقول: كذبت بل الله غلب، قال فينطلق عصابة إلى هذا المسلم فيقتلونه، فينطلق عصابة من المسلمين فيقتلونهم، قال فيتواعدون للملحمة. يتواعد الجيشان المسلم والنصراني اللذان كانا متفقين على قتال عدو ثالث، يتواعدان للحرب بينهما. قال عليه الصلاة والسلام: فيجتمع الروم تحت 80 غاية، وفي رواية راية تحت كل راية 12,000، يعني 960,000. قال فيقاتلهم المسلمون فيقتلونهم، فدل ذلك على أن ما هم فيه اليوم من قوة أنه سيكون مآله إلى ضعف، وما هم فيه من اجتماع سيكون مآله إلى شتات، وما هم فيه من صداقة سوف يتحول إلى عداوة، وما هم فيه من كثرة عدد سوف يكون إلى قلة وضعف وذل. وأخبر صلى الله عليه وسلم بقتال المسلمين لليهود، فقال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، كما في الصحيحين. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه. يقول الراوي: ولم أكن أدري أين الأردن يومئذ، ما أدري أين الأردن يومئذ، كانوا يسمونها الشام، ما كانوا يقسمونها الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا إلى آخره. يقول: لم أكن أدري أصلا أن في بلد اسمه الأردن، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك ويقول: ستقاتلون اليهود على نهر بالأردن. وقد ذهبت بنفسي ورأيت نهر الأردن، وإذا وهو نهر كان جاريا يجري على شكل طولي ما بين الشمال والجنوب، وقد جف قبل فترة حتى أصبح أرضا جرداء بعدما كان ماء كثيرا جاريا. وإذا هو فعلا من الجهة الشرقية، أنتم شرقيه، تقع الأردن وما بعدها من ديار المسلمين، وإذا من غربه تقع فلسطين المحتل اليوم من إسرائيل. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وفي عصره لم يكن لليهود تمكين أصلا في الشام، ولم يكن لهم اجتماع قائم وقيادة في الشام، وكانت بيده هرقل، وكان يذل اليهود ويقتلهم، لكنهم لا زالوا يجتمعون من سنين لتتحقق فيهم هذه النبوءة من كلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ما ألفته ولا ألفه البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد، إنما هو كلام الذي لا ينطق عن الهوى. يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما كان صلى الله عليه وسلم ليكذب، وإنما أخبر بغيب أخبره الله تعالى به ونبأه به. لذا يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن يستمر المرء قوة في تمسكه بدينه وثباتا عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله، ادعو إلى دينك وجاهد من أجله، وابذل له مالك ونفسك، وفارق أهلك وأتعب نفسك لأجله. أنت لست على دين مخلخل، على دين مشكوك فيه، على دين ضعيف. توكل على الله إنك على الحق المبين. ولما ضاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إعراض قومه عنه، وكأنه صلى الله عليه وسلم استعجل النصر،
قال الله سبحانه وتعالى له: ولقد كذبت رسل من قبلك. لست أول من يكذب، ولست أول من يسب دينه، ولست أول من يستهزأ به. لا، قد كذب، هذه هي سنة الحياة، أن يقع الحرب ما بين الحق والباطل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ثم قال الله: ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، يعني لقضاء الله وحكمه وكتابه، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم، إذا أنت ما تستطيع أن تصبر على تبليغ الرسالة وعلى تكذيب قومك وتتحمل ذلك، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض لتحصل على النصر، أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ثم قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فيبين الله تعالى في هذه الآيات أن الرسل قد كذبوا ثم صارت لهم الغلبة في النهاية، كما قال هرقل لأبي سفيان لما أرسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه كتابا إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما وصل الكتاب إلى هرقل دعا هرقل بطارقته ثم قال: التمسوا لي أي رجل من العرب في الشام نسأله عن هذا النبي. فلما جاء إليه بأبي سفيان قبل أن يدخل أبو سفيان في الإسلام رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت مشركا محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء به بين يدي هرقل سأله هرقل عدة مسائل، من ذلك أنه قال له: ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. قال هرقل: كذلك أتباع الرسل. ثم قال له هرقل: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ فقال أبو سفيان: يدال لنا عليه، يعني نغلبه ويدال له علينا ويغلبنا. وكان قد قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر فغلبهم، ثم في معركة أحد فغلب الكفار، يقول: نغلبه ويغلبنا. فقال هرقل: وكذلك الرسل حتى تكون لهم الغلبة في النهاية. والحديث رواه البخاري. هذا كلام رجل نصراني وقد مات على نصرانيته هرقل، لكنه عالم بأحداث الرسل من قبل وعالم بأمر دينه. فلما قال له إنه يدال لنا عليه ويدال له علينا، قال: كذلك الرسل حتى تكون لهم الغلبة في النهاية. فلا يكونن يقين ذلك الكافر بنصرة الإسلام أعظم من يقين المسلمين اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ثباتا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم استعملنا في طاعتك هذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن من نظر في انتشار الإسلام اليوم يجد أن انتشار الإسلام خلال 20 سنة أو 30 سنة الماضية هو أكثر بمراحل كثيرة مما كان عليه انتشار الإسلام فيما قبله من سنوات خلال 100 سنة أو أكثر من ذلك قليلا. وإذا نظرت في انتشاره في أوروبا أو في استعمال المسلمين اليوم لوسائل الإسلام الحديثة في نشر الإسلام لتجدن من ذلك عجبا. انظر إلى الشركات المتخصصة في معرفة عدد المشاهدين للقنوات الفضائية لتجد أنها تذكر في إحصائياتها أن عدد المشاهدين للقنوات الفضائية الإسلامية والمحافظة سواء كانت عربية أو غير عربية هم أكثر بكثير من القنوات المختصة بالغناء وغيرها.
وإن تقدمت 3 أو 4 أو 10 قنوات غنائية، لكنني أتكلم عن أكثر من 600 قناة عربية. تجد أن القنوات الإسلامية دائما في 50 الأوائل أو في 70 الأوائل من بين هؤلاء 600. دليل أن الناس يريدون الإسلام ويتابعونه. انظر إلى المواقع الإسلامية، تدخل إلى بعض مواقع الغناء والطرب والفجور والفساد، فتجد أن الداخلين عليها يوميا لا يتجاوزون أحيانا 10 أشخاص أو قريبا من هذا العدد، بينما تأتي إلى المواقع الإسلامية فتجد أنها تصل إلى الآلاف يوميا، حتى إن بعض المواقع ربما تعدى 500 مليون و600 مليون في السنة الواحدة. كل هذا يدلك على إقبال الناس فعلا على الإسلام، بل حتى إقبال غير المسلمين على الإسلام تجد له عجب. كنت أبحث في بعض الإحصائيات الحكومية الرسمية التي تتكلم عن انتشار الإسلام في أوروبا، فرأيت من ذلك عجبا. في ألمانيا في كل 2 ساعة يدخل الإسلام مسلم جديد ألماني، هذا إحصائيات الحكومية. وفي إيطاليا في كل سنة يستخرج 100 رخصة لمصلى جديد. مصلى إما أن يكون على شكل مسجد وهذا قليل، وإما أن يكون شقة يحولونها إلى مصلى أو مستودع أو دكان، المهم أنها تزيد المصليات في كل سنة. وفي بلجيكا تقول الإحصائيات الدولة الخاصة بالدولة إنه في عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا، وأن اسم محمد صلى الله وسلم على نبينا أن اسم محمد هو الاسم الأول في تسجيل المواليد في بلجيكا. قل مثل ذلك في الدنمارك خلال السنوات الماضية بعد الرسومات التي رسمها ذاك الضال الفاجر لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، ولم يضر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الإحصائيات الرسمية الحكومية تقول إنه في تلك السنة دخل 5000 دنماركي في الإسلام. إذا قسمت 5000 على 360 يوم لتنظر كم عددهم يوميا، تجد أنه 17 شخصا تقريبا في كل يوم يدخلون في الإسلام. يعني في كل ساعة ونصف تقريبا مسلم جديد بعدما رسمت تلك الرسومات. وفي السنة التي تليها 5000، وفي السنة الثالثة أيضا 5000. وأنا متأكد من هذه الإحصائيات، وهي إحصائيات حكومية تجدونها في مواقعهم في شبكة الإنترنت. وقل مثل ذلك في فرنسا في عدد ما يدخلون في الإسلام، حتى إني قرأت عن قس ألماني كان يحاول أن يحارب انتشار الإسلام وأن يحد من الحرية المعطاة للمسلمين فلم يستطع، فصعد على إحدى الكنائس هناك وصب على نفسه البنزين وأحرق نفسه احتجاجا على تمكين الدولة للمسلمين بأن لهم الحرية يدعون إلى الإسلام ويصلون في المساجد. فالإسلام هو قدر الله تعالى في الأرض، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ونحمد الله أننا لم نولد نعلق صليبا ونقول الله ثالث ثلاثة، ولم نولد ونحن نقول عزير ابن الله، ولم نولد ونحن نسجد لصنم أو نسجد لبقرة أو نعبد وثنا. نحمد الله تعالى على أن ولدنا على الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين حتى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجمع المسلمين في كل الأرض على كلمة واحدة وعلى شهادة لا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق والصومال وفي السودان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واصلح أحوالهم في تونس وفي مصر. اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك. اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.